بعض. لعبه زي دي انا مش عارف ازاي الحكم بتاع الفار ما اتدخلش، يعني لعبه واضحه جدا وهنا في تدخل بقوه بطريقه غريبه جدا، كان لازم هنا الفار يتدخل. تنساش تعمل لايك، وما تنساش لو انت حابب تشارك معانا بفيديو ليك تشرح فيها اي خطأ تحكيمي تقدر تبعتهولي على رابط الانستجرام اللي هسيبه لك طبعا في الوصف. نكمل بقيه الحالات التحكيميه. اول حاله هنشوفها مع بعض هي ضربه الجزاء اللي اتحسبت لفريق بيراميدز، ونشوف مع بعض ونشرحها ونشوف مين وصل للكره الاول. هنا لعيب بيراميدز وصل للكره زي ما احنا ما شايفين مع بعض. طبعا كلنا عارفين ان لو المهاجم وصل للكره ولعبها والمسافه قريبه جدا ما بينه وبين المدافع والكره جت من جسم المهاجم ليد المدافع ما بتتحسبش مخالفه، لكن هنا القانون طبعا ما اتطبقش، وهنا لعيب بيراميدز مع انه وصل للكره الاول والكره راحت بعد كده ليد مدافع سيراميكا اتحسبت ضربه جزاء. طبعا هنا قرار الحكم قرار خطأ. نروح للحاله اللي بعديها وهي ضربه الجزاء بتاعه فريق سيراميكا، ونشوف مع بعض هنا لعيب سيراميكا وصل للكره وبعد كده المدافع بتاع بيراميدز عمل معاه التحام بالقدم زي ما احنا مش شايفين مع بعض. خلي بالك اللعبه دي الحكم ما حسبهاش حاجه الا بعد رجوع للفار، فطبعا هنا لولا وجود الفار ما كانش هيتحسب ضربه جزاء لفريق سيراميكا. طبعا هنا احتساب ضربه الجزاء قرار صحيح. نروح للحاله اللي بعديها. هنا في تدخل بقوه من لاعب بيراميدز على لعيب سيراميكا زي ما احنا مش شايفين مع بعض. لعبه زي دي انا مش عارف ازاي الحكم بتاع الفار ما اتدخلش، يعني لعبه واضحه جدا وهنا في تدخل بقوه بطريقه غريبه جدا، كان لازم هنا الفار يتدخل. تنساش تعمل لايك، وما تنساش لو انت حابب تشارك معانا بفيديو ليك تشرح فيها اي خطأ تحكيمي تقدر تبعتهولي على رابط الانستجرام اللي هسيبه لك طبعا في الوصف. نكمل بقيه الحالات التحكيميه. نروح للحاله اللي بعديها. هنا لمسه يد على لعيب بيراميدز، هنشوف مع بعض هنا هتلاقي اللاعب رافع اليد ومنع الكره ان هي تعدي. هنا الحكم حسب المخالفه وادى اللاعب انذار، وطبعا قرار الحكم قرار صحيح. نروح للحاله اللي بعديها. هنا في تدخل بقوه من لاعب بيراميدز على لعيب سيراميكا، نشوف مع بعض هنا هتلاقي اللاعب رافع القدم لمستوى خطر جدا. طبعا هنا الحكم حسب المخالفه وادى اللاعب طرد وقرار الحكم قرار صحيح. نروح للحلقه اللي بعديها وهي الهدف اللي اتلغى لفريق سيراميكا، نشوف مع بعض لحظه لعب الكره. هتلاقي لعيب سيراميكا مع لعيب بيراميدز الاثنين على نفس الخط. انا مش عارف حتى خط الفار يوضح ان الاثنين على نفس الخط. انا بصراحه مش عارف الهدف ده اتلغى على اساس ايه. لو حد شايف ان العلامه الحمراء عند يد لعيب سيراميكا فعايز اقول لك ان اليد ما بيتحسبش عليها التسلل، لان هنا اليد ما بينفعش تسجل منها هدف، فطبعا هنا في شك كبير جدا في الهدف دوت. نروح للحلقه اللي بعديها. هنا خطأ على لاعب بيراميدز، هنشوف مع بعض هتلاقي في تدخل بقوه. هنا الحكم حسب المخالفه وادى اللاعب انذار وقرار الحكم قرار صحيح. دي كانت اهم الحالات التحكيميه في مباراه بيراميدز وفريق سيراميكا.